سلام سلام، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم احسن والد وصفه تقدروا تجربوا بها اللحم الراس ديال الغنمي. كيجي لذيذ فتي ومدغمر، ما يمكنش على واحد المذاق، كيجي فيه واحد اللذه ما نقول لكمش. ندوزو مقادير وطريقه التحضير. هنا نسيت ما صورتش لكم. المهم هنايا غنحتاج واحد زلافه ديال الحمص، الطوبل ديالو ديال الماء، وثلاثه دروس ديال الثومه، ونسدو عليه الكوكوط ونخليوه يطيب واحد 10 دقائق. الملحه وجوج دروس الثومه ولا ثلاثه، والملحه وثلاثه دروس ديال الثومه ونخليوه. دابا غنصفيوه ونخليوه يقطر واحد شويه. هذا الماء هذا كما كتشوفوا معايا هو اللي غنوضعوا فيه الراس ديجا مغسول، راس الغنمي، وزدت معاه واحد كراع الملحه. غنديروا الملحه معلقه كبيره ديال التحميره، فلفل احمر، معلقه كبيره ديال الكمون، كما كتعرفوا الراس كيتواتى مع الكمون، معلقه كبيره حتى المعلقه وربع، والبزار يعني كنتو كتبغيو شويه الحر كثروا، ما بغيتوش كنديروا غير راس معلقه والقزبر حبوب معلقه، راس معلقه، والزيت البلديه ضروري ديروا واحد 4 كاس حتى نص كاس، لان راه غتبقى هاد المريقه ديال الراس عاقده صراحه، كيجي غزال بواحد الطريقه مختلفه على اللي كنطيبوا به عاده. كاين اللي كيطيبوا مرقه بالبطاطا، كاين اللي كيفوروا حتى بالتفوار كيجي زوين مع البصله ومطيشه. مي هذا الراس طيب على طريقه بريستيج. نزيدوا شويه ديال نضيفوا شويه ديال زيت المائده، ومني غتجربوا راه ما ديما غيولي معتمد عندكم. صافي غنخلطوا هذا الخليط هذا هكا، غنحركوا الكوكوط. هنا غناخذوا الحمص اللي سلقناه في الماء، غنوضعوه في واحد المقله، غنرشوا عليه شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، وهذيك الثومه اللي تسلقات فيه، وغنحركوا الحمص باش يندمج مع ديك العطريه اللي وضعنا فيه، وشويه ديال الزيت. صافي نمعسوا هذيك الثومه ونخلطوا الحمص مزيان وندخلوه للفران يتحمر لينا. غندوزو نحضروا البصله اللي غنخضروا بها اللحم ديال الراس. غناخذوا 3 البصلات 4 على حسب القياس اللي بغيتي، 2 معالق ديال الطحين، 2 معالق ديال النشا الذره مايزينا، ونلبسوا مزيان ديك البصله مع ديك الخلطه اللي درنا ليها، ونقطعوها هلاليات. صافي ونكونوا شاعلين على المقله حتى تغلي، ونديروا البصله ديالنا تقلى. هنايا انا وضعت الحمص في الفران غنخليه يتحمر. هنا مشيت قليت البصله ديالنا وضعتها في الزيت غليانه، وما نخليهاش تحرق، غير تاخذ واحد اللون ذهبي. كما كتشوفوا البصله تحمرات، وضعتها في واحد الشبكه تستقطر من هذاك الزيت ولا ورق النشاف. صافي ها اللحم الراس
كيغلي غنخليو فيه واحد المريقه. ها نتوما كما كتشوفوا المريقه جات خاتره ولذيذه، وهاد الطريقه غتجربوها وتعاودوا تجربوها بزاف ديال المرات. درت الحمص ومن بعد البصله درت ليها شويه ديال التحميره مدخنه وشويه ديال الزعتر صافي، وزينت اللحم الراس كما كتشوفوا كيفاش كيجي واحد المرقه معسله وثقيله ولذيذه في نفس الوقت. نتمنى يعجبكم الطبق، ما تنساوش تجربوا وصفتي. شكرا على المتابعه، الى وصفه اخرى باذن الله، وصفه خفيفه سهله في الاستعمال وتكون بطبيعه الحال كاين المذاق والبن.